نريد أن نصبح مثل المغرب الشقيق ونمر لبطاقة حمراء أخرى. أعتقد أنه لازم نوجهها لنا جميعا، كل المنظومة الكروية، الاتحادية، الرابطة. يا أخي خلاص بسطة. لما شفنا الصور اللي ما عندوش ملعب، يعني يجب النهوض بكرة القدم الجزائرية. الصور التي شاهدناها، أعطينا صور نشاهدوها تجعل الرجل أو المواطن المغربي يفتخر، والله كأنك في أوروبا، كأنك في سانسيرو، ولا كأنك تشاهد مباريات في أنجلترا ولا في إسبانيا. صور جميلة، ملعب جميل، اللي يروح للملعب على الأقل تمتع بالأجواء داخل المدرجات. في هذا الملعب المغربي ملاعب يعني صراحة كي تشوف صور مثل هذه، هل ما نغيروش على روحنا ونقولوا لماذا المغرب يتقدم والجزائر ترجع للوراء؟ كفانا يعني بين قوسين، سمحوا لي العبارة، نطلعوا في فرق ما عندها لا ملعب. يعني وقالها واحد الوقت، هنا قلناها في البلاطو والناس زعفت. شوف الصور هذه، صور مثل هذه تجعل أي مغربي يفتخر. الناس كامل كانت تتكلم على هذه الصور الجميلة اللي شاهدناها. اللاعبين الجزائريين المساكين يقول لك والله نحبوا نلعبوا في مثل هذه الأجواء. ما نلعبش أنا في ملعب ما فيه لا إضاءة، لا إنارة، لا غرف تغيير الملابس، دين تاع غرف تغيير الملابس، لا مسخون، لا عفاكم الله مراحيض في المستوى. علاش؟ احنا تشوف كل سمانة. صح، صور جميلة تجعلنا نشهر البطاقة الحمراء لمن يريد أن نبقى دائما في الحضيض. نريد أن نصعد، وخليوا المستوى يزيد يصعد. خلينا من خلينا من السوسيال هذا، على الأقل نطلعوا المستوى. ولكن أنا نغير على بلادي لما نشوف صور مثل هذه، وراح نزيدوا نشوفوا صور. أنا نحكم على المغرب والجزائر. باهي محمد، هل ستكون أفضل نسخة لكأس أفريقيا الأمم كما قال وكما وعد فوزي لكجع؟ نعرف أنه الترافو ما يقفوش توا حاليا في المغرب اللي تهدف إلى العالمية وتهدف أيضا للفوز بلقب مونديال في صنف من أصناف المنتخبات اللي تشرف عليها الجامعة الملكية المغربية. هذا وارد، هذا ينجم يصير فوز لقب المونديال وتنظيم أفضل نسخة من كأس أفريقيا الأمم. شوف الديكلاراسيون هذه مين، شوف أنت كي تشوف تنظيم كأس أفريقيا وكأس العالم في سنة 5 سنين، اي شوف في يعني متتالي، يعني في متتاليين، يعني في بلاد واحدة، تعرف اللي الناس هذه عندها رؤية وعندها استراتيجية وقادمة ومحضرة أمورها على أكمل وجه. وكي نقولوا لقجع نقولوا يعني نقولوا مسؤول عنده من النضج حاليا، اللي كل كلمة يقولها تخليه نقولوا يقولها في محلها. يعني عنده يعرف يقول لأنه عنده وراه الإرادة السياسية، نقولوا الإرادة الملكية، وعنده الرؤية الاستباقية أيضا، يعرف شنو باش يصير، عنده الضوء الأخضر من إرادة سياسية كبيرة، وعنده الفيفار باش يعمل أي حاجة من شأنها باش تنجح التظاهرتين هذوما وتنجح المغرب سورتو إعلاميا في قدام العالم. وعنده تقريبا 300 عامل، 300 بيرسون راح يعملوا، لأنه الملعب فيه الكثير من المرافق، قاعة للحفلات، محلات، تقريبا يعني الكثير من المرافق التي يصعب لشخص واحد أو ل10 أشخاص أو ل100 شخص أن يسيروها. باسكو لازم من غروند اونتربريز اللي باش تنجم تسير ملعب كيما هذايا فيه العجب لداخل، وهذه ماشي 40 واحد يسيروا ولا 50، أنا 40 واحد يسيروا تسكيل تيرا وفيستيار، ولكن كاين كثير من مرافق. نعم، وهذه أنا سوي تري كونتون. ما تراش أنه عندنا ممكن مسؤول على الساحة الرياضية هكا التونسية؟ لا تو نجموا نحضروه ونردوه مثلا حاجة تشبه شوية فوزي لكجع. ما يخدمها هي حاليا يعني دور رجعك نفس الموضوع. ما واحد عنده الامكانيات، راك انت المسؤول هذا. والله واحد عنده الامكانيات نسال معناها هنا والله بكل فضول، معنا حتى حد ينجم يكون هكا شويه من فوزي لكجع، يخدم لنا مصالحنا في الكاف، تبدا هذا مربوط بالدوله نتاعك كل حاجه. نحن نمر بفتره، يعني الدوله نتاعنا فتره باش تقف على في ازمه. والله ضحكتني مقبلات كي قلت لي سكسيت الناس قالوا لي باللي الملعب يسقام اكثر من اللي حبيت نسقسيك. الملعب هذا قديم على برنابيو، قديم على نيوكوم، معليش شي قدام، ماشي قديم 72، ولكن تم ترميمه. اسكو قدم على هذو اللي جبتهم لك؟ نو ولكن لم يعاودوا فيهم. اصبر دقيقه، عاودوا الترميم ديالو. انا باش علاش مقبلات ما حبيتش نكوبي له كيمد الكلمه العلي. شوفوا كيفاش كان حاليا عاودوه. نعم، كل عامين يخدموه ويخسروا عليه دراهم. اعطينا الملاعب، داخل الملاعب خاصه شاهدوا الارضيات. هذه ارضيه ملعب مولاي عبد الله. رسالتي لهم ان يحافظوا على هذا الصرح، على هذا المعلم، وعلى هذه الملاعب العالميه. طبعا هذا هو
ملعب مولاي عبد الله الجميل والجميل جدا، أحد الملاعب العالمية التي نفتخر ونعتز بأنها متواجدة في بلد شقيق مثل المغرب. شوف الملاعب كم هي جميلة، خلينا نزيد نتمتعوا بهذه الملاعب وهذه الصور، هذه التحفة المتواجدة في قلب المغرب الشقيق. تقريبا كل إفريقيا لم تكن، وفي الشرق الاوسط لم تكن تملك ملاعب مثل هذه. هذا ملعب مولاي عبد الله، حتى في اوروبا الشرقيه ما كانش عندهم ملاعب. هذا وجماليه هذا الملعب الرائع الذي ايضا تم ترميمه. هذا الملعب الجميل وهذه الملاعب الجميله. اشغال في محمد الخامس كابتن الى غايه 2025. ملعب فاس، طنجة، أكادير، الرباط، وملعب مراكش. 6 ملاعب المغرب تحضر في روحها تستعد ل 2025 كأس إفريقيا. كان نعرفوا الصراع الجزائري المغربي، والحدين المغرب نوعا ما مفضلة على الجزائر، تعرف المستجدات كابتن. دونك هم يحضروا في رواحهم يا كابتن. أنا جاوبتك من وقت جاوبتي على كأس العالم وقلت لي الركراكي، قلت لك ليه الركراكي جزء ضئيل من هذا النجاح والفريق، ولكن لما تلقى إرادة سياسية كبيرة في شخصية جلالة الملك محمد السادس اللي هو يقرر وهو يمول، وقت تلقى إرادة سياسية تحب تطور البلاد الى ما احسن، رياضيا، اقتصاديا، بنيه تحتيه. هاك تشوف انت معناها، تشوف التي جي في وتشوف الدنيا وتشوف المطارات، تشوف خاطر فما واحد وراها هو الملك يكذب عليك، هو الراس المدبر والمفكر اللي يشوف في تطور بلده، الاخرين يتبعوا. احنا ما عندناش شكون هذا، اول شيء ساعه ما عندناش، وثاني شيء يا خويا حتى الفلوس اللي خذيناها 110 مليار في 10 سنين نعرفش وين مشات. معناها تصور كان 10 سنوات كل مره عملنا حويجه كذا رانا ماناش في هذه السيره. دونك خويا العزيز ليس هناك اراده سياسيه في بلادنا. زيد على ذلك ليس هناك قروش، زيد على ذلك ليس هناك كفاءات. يعيشكم من ظلكم، نتكلم بصراحه، ما فماش كفاءات. يحسر على رجال دوله كابتن ساعه في رجال دوله يلزمك دي كوميديتا، يلزمك الناس اللي تاخذ قرارات وما تخافش. عليكم واهلا بكم اعزائي متابعينا على قناتنا على اليوتيوب. دايما ثمرة الجهد وثمرة العرق وثمرة التعب والخطط الاستراتيجية اللي بيعملها المغرب عشان يستعد لي كان 2025 أو بطولة كأس العالم 2030. دايما الإعلام الجزائري بيشكك في قدرة المغرب على استضافة كان 2025، ودايما بيتكلم في مواضيع خاصة بملاعب كرة القدم. لكن انا بقول لكم بان المغرب والحاجة الكويسة اللي فيه، فاحنا بنتكلم في ان اللجنة المنظمة لكأس افريقيا اللي هتستضيفها المغرب اختارت 9 ملاعب في 6 مدن مختلفة لاستضافة نهائيات بطولة كأس افريقيا في ديسمبر المقبل. الاعلام الجزائري بيقارن بين ملعب نيلسون مانديلا اللي يعتبر اكبر ملعب في الجزائر وملاعب المغرب. هنشوف القصة ماشية ازاي في المغرب وايه الملاعب اللي المغرب هتعملها عشان تعرفوا بان المغرب قادرة على تنظيم كأس العالم لوحدها، مش كأس افريقيا او كأس العالم بالمشاركة مع اسبانيا والبرتغال. اللجنة المنظمة لكأس افريقيا في المغرب اختارت 4 ملاعب في الرباط في العاصمة، وهيقام في الملعب المركب الرياضي في الأمير مولاي عبد الله اللي بيسع لأكثر من 70,000 مشجع. هيستضيف المباراة الافتتاحية ونصف النهائي الى جانب الملعب المجدد في طنجة. احنا عندنا في ملعب في مدينة طنجة تم تجديده، وملعب محمد الخامس في الدار البيضاء هيستضيف المباراة النهائية لما أقيمت البطولة دي قبل كده سنة 1988. لكن المقرر ان يستضيف ربع النهائي فقط هذه المرة اللي هو ملعب محمد الخامس إلى جانب ملاعب أكادير وفاس ومراكش.
البطولة افريقيا اللي بيعتمد متسبي وقال تصريحات مهمة جدا رئيس الكاف ان المغرب قادرة على استضافة واستيعاب اي عدد من المنتخبات، وانه على يقين بان المغرب تقدر تنظم كان او بطولة افريقيا يتحاكى عنها الجميع. البطولة بتضم 24 فريق، هيكون في الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير 2026. المغرب المشارك في كأس العالم مع أسبانيا والبرتغال واخد بطولة الإفريقية بطولة تحضيرية لكأس العالم، عشان كده هتشوفوا بطولة محترمة. واحنا عارفين طبعا ان التخطيط لبناء ملعب بيتسع ل 115 ألف مشجع في مدينة الدار البيضاء، والمفاجأة في الانتهاء من الإشغالات بتاعه. المفروض انها تنتهي إشغالاته في 2027، لكن انا بقول لكم على نهاية عام 2026 هيكون الملعب خلص. وده الامل الكبير جدا للمغرب في انه ياخد المباراة النهائية او ياخد المباراة الافتتاحية. الحكومة المغربية بقى قالوا ان الملعب ده هيكلف 500 مليون دولار تجديد الملاعب، وده اللي شغال عليه المغرب حاليا واللجان المنظمة سواء في بطولة افريقيا الكان او اللجنة الخاصة بكأس العالم 2030. تجديد الملاعب في الرباط وطنجة قبل كأس الافريقية، وده خلاص خلصت، تم تجديد الملاعب. والمغرب هيحدث ملاعب في أغادير وفاس ومراكش برضو، هي مدن مرشحة لاستضافة كأس العالم 2030. يبقى احنا عندنا في الرباط ملعب مولاي عبد الله هيستضيف 7 مباريات في بطولة الإفريقية، منها النصف النهائي وممكن النهائي. ملعب مولاي الحسن هيخصص ل4 مباريات. ملعب البريد 4 مباريات. الملعب الأولمبي في الرباط هيحتضن 3 مباريات. الدار البيضاء ملعب محمد الخامس، وده هيستضيف 8 مباريات، ودي هتكون مباريات الترتيب، يعني في المجموعات هنشوف الترتيب الأول والثاني والمباريات هتلعب مع بعض. هيبقى ملعب الدار البيضاء من ضمنهم. فاس ملعب فاس الكبير هياخد 4 مباريات. طنجة الكبير هيستضيف 6 مباريات، منها مباراة في نصف النهائي. مراكش ملعب مراكش الكبير هيشهد 8 مباريات، وأكثر الملاعب نشاطا في البطولة هو ملعب مراكش. أكادير هيستضيف 8 مباريات، وهيكون مسرح لمباريات مهمة جدا ملعب أكادير طبقا للجنة المنظمة. يبقى أنا قلت لكم على مجموعة المباريات، قلت لكم إزاي المغرب موزع المباريات على الملاعب عشان تعرفوا الناس دي شغالة وعارفين هم بيعملوا إيه من قبل بداية البطولة ب5 أو 6 شهور. دي خطة المغرب عشان يوفر تجربة مهمة جدا للجماهير اللي هتحضر. هيبقى في طبعا كمية جماهير كبيرة جدا جدا هتيجي تحضر تشجع منتخبات بلادها، وهيكون كل شيء متاح وعلى الرحب والسعة لكل الجماهير بكل انتماءاتها وبأي ألوانها وبأي جنسية. اللي هيجي هيستمتع، هيشوف كرة قدم بجد، هيستمتع بالإقامة ودي المهم، هيستمتع بالسياحة ودي الأهم، إن أنت تقدر تلف في المغرب وتشوف حلاوة المغرب وجمال مدن المغرب. كل الكلام ده متاح في بطولة إفريقيا. الجماهير اللي هتحضر هذه البطولة المميزة، بطولة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، هي فرصة كبيرة جدا المغرب بيستغلها عشان يوري لكل الإعلام. هات لي بقى الإعلام كله، مصري، تونسي، جزائري،
غيره غيره غيره. حتى الإعلام الأوروبي المغرب هيوري له إن البنية التحتية الخاصة به المتميزة جدا جدا، واللي مخلية المغرب إلى الآن في مكانة رياضية عالمية محترمة جدا جدا جدا. كأس أفريقيا 2025 نسخة هتكون للتاريخ، ده بناء على اللي أنا بسمعه من اللجنة المنظمة في المغرب وغيره منهم. متنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، تفعلوا زر الجرس، عندي أخبار وحصريات وكواليس. وقبل ما ننتهي هنقول لكم على الكواليس، لأن طبعا خلاص العلاوي نجم المنتخب الشباب رضا العلاوي متوسط ميدان نادي الفتح الشباب انتقل رسميا إلى نادي هال سيتي. كل التوفيق لأحبائنا في المغرب وشبابنا في المغرب، ونتمنى التوفيق لمنتخب المغرب للشباب في مباراته أمام جنوب إفريقيا ويفوز بكأس إفريقيا المقامة في مصر. متنسوش تعملوا لايك في الفيديو، اشتراك في القناة، فعلوا زر الجرس. وحياتي إلى شعب المغرب الشقيق المحترم صاحب القلب النظيف.